مساء الخير، ايه الاخبار؟ استكمالا للسلسله اللي بدأناها اللي هي التمارين لكل اصابه. فالنهارده هتكون واحده من اكتر الاصابات انتشارا في الرياضيين في مفصل الكتف، اللي هو التهاب اوتار الكتف. ولو حد يعني ممكن دور وسرش فيها شويه هيلاقي اسمها حاجه اسمها سوبرا سباينيس تندرايتس، سب اكروميوم امبنجمنت سندروم، ومصطلحات كتير اشبه بكده، ولكن هي اختصارا التهاب في الاوتار بتاع المفصل بتاع الكتف. الاصابه دي تقريبا اي حد بيتمرن دي يمكن تكون اشهر اصابه ممكن تحصل له. اي حد بيروح جيم يوم ما يجي يشتكي فيه الم في كتفه في الاغلب اكتر من 90% بتكون هو ده السبب. فالنهارده نغطي الاصابه دي من كل النواحي ان شاء الله، من اول السبب بتحصل ليه بالظبط، طيب العلاج بتاعها سواء العلاج الطبيعي او في الاغلب لما تروح للدكتور بيقول لك تعمل ايه بالظبط. ثالثا وده الاهم، ايه التستات اللي ممكن تعملها تاكد لك ينفع ترجع تتمرن ولا لا، ولما ترجع تتمرن هتتمرن ازاي بالظبط، وتعمل كل حاجه ازاي بالظبط يعني. وسواء بقى ايه التمارين اللي تعملها اللي ما تعملهاش، بروجرام التمرين بتاعك كله هيمشي ازاي ان شاء الله. اول حاجه هنستعين بعصام معانا هنا عشان نبتدي نشرح عليه ونوضح لكم الموضوع بيحصل من ايه وايه السبب بتاعه. اول حاجه، التهاب الاوتار ده عباره عن ايه اصلا بالظبط؟ التهاب اوتار الكتف ده بيكون في عضلات اسمها الروتيتور كف. وايه هي عضلات الروتيتور كف؟ يمكن اشهر واول عضله موجوده بتبقى مكانها كده بالظبط، معديه من هنا بالظبط كده بتبتدي تطلع لبره، دي اسمها السوبرا سباينيتس. ده يمكن لو هنقول اول وتر هيجي لك فيه التهاب في الاغلب بنسبه 90% واكتر بتبقى في عضله السوبرا سباينيتس، وبيبقى اسمها سوبرا سباينيتس تندينايتس. وطبعا عضلات الروتيتور كف في عضلات ثانيه بقى زي التيريس ماينول، الانفرا سباينيتس، السابس كابيلاريس، بس بشكل عام نقدر نقول بنسبه 90% بيبقى في السوبرا سباينيتس الالتهاب. يليها على طول بيبقى في عضله كده طالعه من هنا اسمها الانفرا سباينيتس، دي برضو بيبقى في احتمال كبير بيجي فيها الالتهاب ده، ولكن في الاغلب زي ما وضحت بيبقى في السوبرا سباينيتس. طيب الموضوع ده بيحصل بسبب ايه بالظبط؟ ايه الاساس او الايتيولوجي او المشكله بتكون بسبب ايه بالظبط؟ اول حاجه عشان بس نتخيل الموضوع، ادي احنا قلنا في عضله اهي بتبقى جايه ماشيه من هنا اهي، ادي ده مكان، فلنفترض ده مكان الوتر بتاع العضله، والمشكله بتاعتنا ان الوتر ده فيه التهاب. طيب الالتهاب ده بقى ناتج عن طريق ايه بالظبط؟ بيبقى في الاغلب ناتج من 3 اسباب. اول سبب في مفصل اهو زي ما انتم شايفينه، المفصل ده اهو، المفصل ده اسمه الاي سي جوينت اللي هو الاكروميو كلافيكولار جوينت. اول احتمال ممكن يكون جالك، فلنفترض مثلا اتخبطت في المفصل ده، حصل لك فيه شويه التهاب المفصل، وممكن يكون جالك خشونه في المفصل ده. وطبعا لما هنمنطق الكلام، لو واحد جاله مثلا خشونه في الالتهاب ده او في المفصل ده، انا اسف، في الاغلب المفصل ده لما يحصل فيه خشونه هيبتدي يكون نتوءات عظميه. طيب لما يكون نتوءات عظميه ايه اللي يحصل؟ هتلاقي الوتر بتاع التندون او بتاع الوتر بتاع عضله السوبرا سباينيتس هيبتدي يتزنق. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده بقى ان انت كل ما تقعد تحرك في كتفك كده اهو، كل ما تحرك في كتفك العضله دي هتقعد يتخبط فيها اكتر او يحصل فيها احتكاك اكتر في المفصل ده، فبالتالي ينتج عنها التهاب في الوتر بتاع السوبرا سباينيتس ويعمل لك الالم. ده كده اول سبب. تاني سبب بيبقى فيه كده، يعني شايفين المنطقه دي، المكان ده في لوح الكتف دي اسمها اكروميوم. شايفين المكان ده؟ شايفين ادي لوح الكتف اهو، لو بصينا لوح الكتف بتلاقي في حته كده طالعه بروز اسمه الاكروميوم. فمن احد الاسباب برضو ان انت تلاقي، شايفين الخطاف اللي اسمه الاكروميوم ده اسمه خطاف بيبقى عامل كده. فبعض الناس هو ربنا بيبقى خلقه كده تلاقي عنده الخطاف ده مايل شويه اكتر، او معنى صح طالع لقدام اكتر. ايه معنى الكلام ده برضو؟ معناها ان هو هيزنق على الوتر بتاع عضله السوبرا سباينيس اكتر، فيعمل او يسبب الالتهاب. ثالث سبب ممكن يكون عندك في مكان هنا في حاجه كده بيبقى زي اسمه كيس زلالي او كيس فيه نوع من انواع السوائل اسمه السب اكروميال بيرسا. السب اكروميال بيرسا بيبقى تحت المكان اللي انا لسه عمال اشرح، او الخطاف ده اللي اسمه الاكروميوم. بيبقى بقى اللي بيتم ايه بالظبط؟ ان وارد ان الكيس او البيرسا دي ده، فلنفترض هو لو كان حجمه 2 مللي، ممكن يحصل ايا كان السبب ان البيرسا دي حجمها يكبر، فبالتالي بدل ما كانت 2 مللي تبقى 6 مللي، بدل ما مثلا كانت واخده مساحه قد كده تاخد مساحه اكبر شويه. معنى كده ايه برضو؟ يبقى الوتر بتاع التندون هيحصل فيه احتكاك اكتر او يتزنق اكتر، فينتج عنه الالم او الالتهاب يعني. ثالث سبب، وده يمكن يكون من اشهر الاسباب، يوم ما يجي واحد رياضي يقعد يقول لك انا جالي الالتهاب في الوتر ده، بيبقى غالبا انا بستنتج ان هو ده السبب. بيبقى انا زي ما انا قلت في الاول، احنا عندنا عضلات موجوده حتى هي متخططه في الهيكل اللي معانا هنا اهو، اللي اسمها الروتيتور كف، العضلات اللي محوطه منطقه الكتف اهو.
بيبقى اللي بيتم ان الشخص ده هو بيقعد يتمرن كتير وبيروح الجيم ويتمرن عضلات الكتف عنده وكل حاجه تمام، وما بيتمرنش عضلات الروتيتور كف. واللي بينتج اللي بيسبب الموضوع ده بقى هو ان انت عندك عضلات الروتيتور كف دي بتكون ضعيفه، فينتج عنها ان الوتر او التندون بتاع عضله السوبرا سباينيس اللي لسه عمال اقول عليه ده يبتدي يتحشر ويحصل فيه التهاب. طيب ازاي يا دكتور ابراهيم الكلام ده بيتم؟ واشرح لنا ووضح لنا يعني. ايه سبب مثلا ان دلوقتي عضلات الروتيتور كف بقت ضعيفه؟ ايه اللي بقى بينتج عنها ان الوتر يحصل فيه التهاب ويتزنق؟ يعني ايه السبب؟ ايه العلاقه بين ده وده؟ عشان بس نتخيل الموضوع. احنا دلوقتي اي واحد بيروح الجيم ايه اللي بيعمله؟ اول حاجه بيمرن عضلات الكتف. اغلب الناس بتمرن عضلات الكتف وفي الاغلب بتهمل العضلات بتاعه الروتيتور كف. طيب عشان برضه نبقى متخيل الموضوع، ادي فلنفترض انت بتتمرن التمرينه بتاعه الكتف وعضلات الكتف اهي بتبتدي هي ترفع المفصل بتاعك لفوق زي كده، تمام؟ حتى الان كلام جميل وانت بتمرن عضلات الكتف بتاعتك والدنيا تمام ومفيش فيها اي مشكله. ولكن المشكله بقى بتنتج فين؟ من المفترض عضلات الروتيتور كف اللي انا عمال اقول عليها، وهم بيبقوا 4 عضلات. اول عضله اللي هي السوبرا سباينيتس، طيب الانفرا سباينيتس من تحت من هنا اهي، والتيريس ماينور، وبيبقى من قدام تحت الاسكابيولا او لوح الكتف من تحت هنا في عضله كده اسمها الساب سكابيلاريس. بيكون اللي بيتم بقى لما انت من المفترض عضلات الكتف بترفع الكتف بالشكل ده، نركز، اللي بيتم ان عضلات الروتيتور كف بتمسك الكوره دي تحاول تنزلها لتحت، بتحاول تنزلها لتحت. بمعنى فرضا ادي انا عندي مثال اهو، ده الكتف عندي اهو، فنفترض الكتف ده اهو وانا بحاول ارفع الكتف اهو كده، العضلات الروتيتور كف بتزحلق الكره دي لتحت، تمام؟ يعني عضلات الكتف بترفع الكتف ده كده والروتيتور كف بيزحلق الكتف ده لتحت. حلو، كلام جميل. طيب فرضا ان عضلات الروتيتور كف دي ضعيفه، ايه اللي هيتم؟ هتلاقي ان الكتف عمال يطلع لفوق اهو، يطلع لفوق يطلع لفوق ومفيش حاجه تنزله. طب ايه اللي هينتج لما مفيش حاجه تنزله؟ ما هو من المفترض انا عمال اشرح، نقول مثلا ادي المكان ده اهو في العضله، في عضله المفروض بتبقى موجوده هنا، او الوتر بتاع التندون بتاع عضله السوبرا سباينيتس اللي انا عمال اشرح عليه بيبقى موجود هنا اهو. فهو ان انت عمال تطلع وتزنق على الوتر بتاع العضله اهي ومفيش حاجه تنزله لتحت، فينتج الالم الاشهر بتاعنا وهو سوبرا سباينيس تندونايتس او التهاب وتر الكتف. وده يمكن نقول من رايي اكتر من 90% من الناس اللي بيروحوا الجيم او بيتمرنوا عامه يوم ما يجي لهم التهاب في وتر الكتف ده بيكون السبب. طبعا اول حاجه اقدر اقولها، اول ما يجي لك الالتهاب ده لازم تعمل العلاج الطبيعي بتاعك وتتعالج بشكل مظبوط، لان الالتهاب ده لو انت اهملته وسبتك منه خالص في احتمال كبير جدا تيجي قدام ينتج عنه ان يحصل لك قطع في الوتر بتاع الكتف. والموضوع ده عايز اقول لكم لو وصلت لقطع في وتر بتاع الكتف في الاغلب بصراحه بيتعمل لها عمليات، ما بيبقاش العلاج بتاعي يعني مجرد علاج طبيعي مثلا ممكن تحقن كورتيزون او حاجه زي كده وخلاص، لا في الاغلب بتحتاج عمليه. وصراحه من الحاجات يعني هي من الاصابات اللي مش لطيفه لما بتحصل، يعني زي ما تقول الاعراض الجانبيه والمشاكل بتاعتها كتير يعني. فعشان كده اي حد جاي للموضوع ده لا اجري اعمل العلاج الطبيعي بتاعك بشكل مظبوط، تتعالج بشكل مظبوط. عندك الموضوع بسيط في الاول احسن ما ايه زي ما نقول نتفاقم ويزيد مع الوقت قدام يعني. وطبعا يمكن يكون اشهر الناس اللي بيجي لهم التهاب وتر الكتف ده بالذات اللعيبه اللي او الناس اللي مجهودهم بيكون في حركات فوق راسهم، مثال زي لعيبه البيسبول، الناس مثلا اللي لو واحد عامل او كده بيشيل حاجات فوق راسه كتير وبيحمل حاجات فوق، الناس مثلا ولو حد بينظف حاجات مثلا عاليه او كده ممكن يسبب معاه الموضوع ده. بالاخص اكتر ناس انا زي ما قلت لعيبه البيسبول اللي هو الحركه دي ومثلا يمسك الكوره يحدفها قدام، فاثر الموضوع ده لو انتوا كده تخيلتوا كده وعمال يعمل الحركه دي عمال يحكحك جامد جدا 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 في عضله السوبرا سباينيتس او الوتر بتاع الكتف، ينتج الالم بتاعنا ده يعني. طيب دلوقتي تشخيص التهاب اوتار الكتف بيتم ازاي بالظبط؟ اول حاجه طبعا لو جالك الالم في الكتف ده انت اكيد بتروح تتوجه للدكتور تقول له المشاكل اللي عندك ويبتدي يقول لك او يرشح لك العلاج بالظبط ويعمل لك بقى شويه تجارب سريريه او الكلينيكال اسسمنت بتاعه بحيث مثلا يستبعد شويه مشاكل تانية، لان الكتف من الحاجات اللي فيه مشاكل كتير قوي بتحصل، ولكن يبتدي يعمل لك التجارب او زي ما تقول الكلينيكال تيستس اللي بتتم في الاول بحيث لو في مثلا مشكله تانية او لو كانت مثلا المشكله في الكبسول بتاع الكتف ايا كان يستبعد مشاكل تانية كتير بحيث يقرب ويوصل للمشكله دي. طبعا اشهر كلينيكال تيست بتتم لحالات السوبرا سباينيس تندرايتس او التهاب اوتار الكتف تيستين مشهورين جدا، اول تيست اسمه نير تيست، تاني تيست اسمه هاوكنز كينيدي. طيب التيستين دول عباره عن ايه بالظبط؟ اول حاجه بالنسبه للنير تيست، نير تيست ده اختصارا كده انا شايفين زي ايدي اهي
بس طبعا حد اللي يعمل لك التست ده، ما تعملوش بنفسك، حد اللي بيعمل لك التست ده. او ممكن لو انت فلنفترض قاعد في مكان ما فيش حد معاك يساعدك ممكن تعمله لنفسك. بس اختصارا انت مش بتحرك ايدك دي. فرضا انا كتفي ده اللي وجعني، انا ما بحركش كتفي ده، انا اللي بعمله لنفسي او اجيب شخص يعمله لي. بتعمل ايه بالظبط؟ اول حاجه تلف ايدك لجوه، طبعا تبدا من تحت خالص يعني من زي كده، وتبتدي ترفع لفوق، يعني ترفع كده وتطلع لغايه فوق خالص. يفضل طبعا حد يعمل لك التست ده. اول حاجه بتجيب ايدك لقدام كده وبترفع لغايه فوق خالص وتشوف هل في الم نتج عندك ولا لا. ده اول تيست اللي هو نير تيست. تاني تيست اسمه هاوكنز كينيدي. هاوكنز كينيدي ده بصراحه لازم حد يعمله لك، وانا هحاول اعرض على الشاشه دلوقتي التيست بيتعمل ازاي، ولكن لازم صراحه حد يعمله لك. بيحط مثلا ايده على كتفك بهذا الشكل زي ما انتم شايفين كده، وبرده لو نتج عنه الم يبقى انت عندك التهاب في اوتار الكتف يعني. طيب خلاص انت عملت الكلينيكال اسسمنت او التجارب اللي بتتم عند الدكتور يعني، هل بنكتفي كده؟ في الاغلب لا بصراحه. يفضل بقى ايه، عشان انت دلوقتي اكن بشكل مبدئي احنا متوقعين ان انت عندك التهاب في اوتار الكتف، بس عشان ناكد الموضوع ده في الاغلب بنعمل لك اشعه. طب نوع الاشعه اللي بتتعمل لالتهاب اوتار الكتف بتكون ايه بالظبط؟ بتكون السونار. اول حاجه بيتعمل سونار بيجيب برده، وطبعا ممكن الام ار اي، بس عشان الام ار اي تكلفته اعلى شويه او اغلى شويه فمش دايما بنلجا له يعني. طب دلوقتي خلاص احنا اتاكدنا ان انت عندك التهاب في اوتار الكتف، العلاج بتاعها بيكون ايه بالظبط؟ طبعا قبل اي حاجه اكيد الدكتور بتاعك اللي يحدد حسب بقى الجريد او درجه الالتهاب اللي موجوده، حسب ما يحدد العلاج هيكون ايه بالظبط. ولكن بشكل عام لو الموضوع لسه في الاول في الاغلب يعني الدكتور بيبتدي يكتب لك مثلا على شويه ادويه مضاده للالتهاب، ادويه مضاده للتورمات. طبعا الاسامي كتير جدا مش عايز ابتدي اتطرق لها يعني. وممكن يبتدي يقول لك تدهن كريم موضعي نون سترويدال او كريم بيقلل التهاب برضو بتدهنه. طيب بقى ويقول لك طبعا بلاش تروح تتمرن، ما تعملش حركات كتير. وفي الاغلب يعني لو انت عملت حركات في المده دي كلها يفضل ما تعديش ال 90 درجه ولا ايدك تخش لفوق. يعني تحاول ما تعملش الحركات اللي فوق راسك، وبالاخص الحاجات اللي بتعمل بتلف ايدك فيها لجوه كده بالشكل ده. وطبعا لو العلاج ده ما جابش نتيجه، او سواء بقى الكريمات او المضادات الالتهاب والتورمات اللي الدكتور اداها لك ما جابتش نتيجه، ساعتها بيبتدي يحولك للعلاج الطبيعي، تعمل العلاج الطبيعي بتاعك. برضو لو العلاج الطبيعي ما جابش نتيجه في الاغلب الدكتور ممكن يحقن لك مثلا حاجه زي الكورتيزون او كده، برضو ما جابش نتيجه في ساعتها بصراحه في الاغلب ممكن توصل نعمل عمليه او كده لا قدر الله يعني. بس ان شاء الله اغلب الناس لا بتتعالج مع العلاج الطبيعي والدنيا بتكون كويسه بفضل الله يعني. طبعا العلاج الطبيعي بيكون مع حاله زي كده بيكون ماشي ازاي؟ في الاغلب بيبقى بنمنع طبعا في الاول ان انت اكيد تعدي ال 90 درجه، وان انت تلف ايدك لجوه، والحركات اللي فيها اكسترنال روتيشن او ان انت تلف ايدك لبره كده برضو في الاغلب بنمنعها. وطبعا نقعد نحط حاجات مضادات للالتهاب زي مثلا التلج، نعمل شويه مثلا مساج في المكان ده، نعمل اغلب الحركات اللي بتتم حركات باسيف، او يعني مثلا الدكتور يحرك لك المفصل بدون ما انت تحرك العضلات بتاعتك، بتكون حاجه افكتيف جدا يعني. ممكن برضو في جهاز مشهور جدا في الكيس دي حاجه زي الشوك ويف مثلا او كده يعني. وطبعا اهم حاجه لازم ده الاساس اساس اساس اساس, أساس العلاج التهاب اوتار الكتف، ان الدكتور يقوي لك كويس جدا عضلات الروتاتور كف، عشان زي ما انا شرحت في الاول دي اصلا في الاساس هي دي بتكون اساس المشكله، فيبتدي يقويها ويظبط معاك العضلات دي. وطبعا في الاساس عضلات زي الرومبويدز او العضلات التراب اللي بتكون موجوده. وبرضه عشان نكون متخيلين حاجه يا جماعه، الكتف لما بيتحرك الحركه بتاعته مش مثلا حركه 2 دي. يعني ايه؟ يعني مثلا ادي الكتف اهو، انت لما تيجي تتحرك الحركه مش بتكون مجرد انت مثلا ترفع الكتف كده، او زي ما تقولوا كده المفصل بتاع الكتف بس اللي بيشتغل. لا، لما تيجي تحرك الكتف اللوح الكتف او السكابيلا بتتحرك معاك، وزي ما تقولوا كده ايه الحركه بتبقى 3 دي، يعني تقعد تلف لبره كده وتطلع لفوق. طيب انا عايز اقول الكلام ده كله ليه؟ عشان عايز اوضح لك اهميه عضلات الترابيس الترابيس عامه. طيب الرومبويدز عضلات زي السيريتس انتيريور اللي هي بتكون هنا زي بتاعت محمد صلاح المشهوره جدا يعني. فكل دي زي ما تقولوا كده ايه ده اللي بيكون الصوره بشكل كامل ك 3 دي، بحيث ان انت تحرك المفصل بشكل مظبوط. فعشان كده طبعا مهم جدا 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 نقوي العضلات دي كلها يعني ايه في البرنامج العلاجي بتاعنا. طيب ترجع تتمرن ولا لا؟ طبعا بلا اي نقاش اللي يحدد النقطه دي الطبيب المعالج بتاعك. ولكن بشكل عام لو هنقول فلنفترض الدكتور وافق والموضوع بشكل مبدئي كده في الاغلب يعني، طبعا بلا اي نقاش نبتدي نحدد ترجع تتمرن او تروح الجيم ولا لا لما تكون عملت تعمل التستين اللي انا كنت لسه قايلهم في الاول، ان هو النير بتاع نير وهاوكنز كينيدي اللي هو بيتم وتبقى ايدك بالشكل ده وتعمل في انترنال روتيشن. بس حد طبعا اللي يعمل لك التست ده ولقيت نفسك خلاص الالم بقى اقل من 3/10،
ساعتها ممكن تبدا تتمرن. والاهم من كل ده لما بتيجي ترفع ايدك فوق ال 90 درجه وانت بتدخل ايدك لجوه كده ما يبقاش فيه الم خالص، يعني اللي هو الحاجات اللي الحركات اللي بتبقى فوق راسك ما يبقاش فيها الم يعني كده، ساعتها ممكن تبدا ترجع تتمرن. طيب خلاص، فرضا انت الدكتور سمح لك ترجع تتمرن تاني، لقيت عملت التستات بتاعتنا ولقيت الدنيا كلها تمام، ترجع بقى تتمرن ازاي او ايه التعليمات اللي لازم تمشي عليها عشان تعمل برنامج التمرين بتاعك. طبعا قبل اي حاجه لو محتاج الخدمه دي ان حد ينظم لك سواء الدايت والتمرين وكل حاجه ما يتوافق مع اصابتك واحتياجك وكل الامور دي كلها، طبعا ما تترددش تتواصل معايا، تلاقي الديسكربشن في الديسكربشن سواء رقم الواتساب او الويب سايت بتاعنا، ممكن تشترك معانا مفيش مشكله. ولكن بشكل عام التعليمات اول واهم حاجه ان انت اغلب التمارين اللي تعملها ما تعديش ال 90 درجه كتفك، وثانيا وده الاهم ما تعملش ايدك او ما تلفش ايدك لجوه. طيب مثال يعني يمكن يكون اغلب التمارين اللي هيبقى فيها زي ما تقول كده ايه شويه كلام او هنركز فيها شويه، بالاخص التمارين بتاعت عضلات الكتف والتمارين بتاعت عضلات الشيست. ليه؟ لان دي الاغلب التمارين اللي بيحصل فيها حركه كتير او اجهاد كبير لمفصل الكتف عامه او العضلات بتاعت الكتف برضو. مثال مثلا تمرينه اللي اكيد طبعا تبعد عنها اساسي بلا اي نقاش، تمرينه مثلا زي الرفرفه الامامي. انت في تمرينه الرفرفه الامامي شايفين انا بلعبها ازاي؟ ده انت اكتر بوزيشن بتضغط فيه او بتعمل ضغط فيه على الوتر بتاع الكتف. طيب نبدلها ازاي؟ عادي اتمرن في الاسكابشن بوزيشن، تعمل الانتيريور دلتويد او الفرونت ريزس من الاسكابشن بوزيشن. طب ايه الاسكابشن بوزيشن ده؟ لو ايدك بتبقى 30 درجه يعني اتمرن زي كده، مش لازم يبقى ايدك قدام كده، لا عادي اتمرن زي كده خلاص. طيب الكتف الجانبي، اتمرن الكتف الجانبي عادي مفيش اي مشكله. طيب التمارين البول اوفر اللي هي طبعا معروف جدا لو حد مثلا بيلعب شولدر بريس او كده بترفع لفوق، ده انت اكتر بوزيشن بيتضغط فيه على اوتار الكتف، فطبعا كل الحاجات دي لازم نتجنبها. اختصارا زي ما وضحت اغلب التمارين اللي نلعبها ما نعديش ال 90 درجه ولا نعمل نلف ايدينا لجوه. طبعا مثال للموضوع ده عشان لما تيجي مثلا تتمرن شيست، يعني اغلب صراحه التمارين بتاعت شيست العالي لما انت تتمرن شيست عالي انت في الاغلب بتحط نفسك في البوزيشن ده، فعشان كده حاول اغلب التمارين الشيست بتاعتك تكون فلات، او مثلا ممكن تلعب شيست فلايز مفيش فيها مشكله، ولكن تكون ولما هتلعب مثلا شيست عالي ما تعديش ال 30 درجه، الكرسي ما يعديش ال 30 درجه عشان ما تضغطش اكتر على الكتف او كده. وطبعا بلا اي نقاش اهم حاجه لازم تعملها وانت بتتمرن تركز جدا 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 على حركه لوح الكتف بتاعك. يعني فرضا انا دلوقتي اهو اللوح، انا مثلا هاجي اتمرن لوح الكتف بتاعك مش بيكون انت ناس كتير قوي هي مثلا بتلعب بنش بريس عمال يلعب كده، لا لازم وانت بتتمرن اول حاجه تضم لوحين الكتف بتوعك وتنزلهم لتحت، يعني تضم لوحين الكتف وتنزلهم لتحت بالشكل ده اللي هو تعمل حاجه اسمها السكابيولر ادكشن وريتراكشن. لكن فلنفترض ادي لوح الكتف اهو، يعني لو هندي مثال على عصام معانا كده اهو دلوقتي، انت دلوقتي اكنك عايز لوح الكتف ده تدخله لجوه ولتحت، تدخله لجوه ولتحت، بحيث ده اكتر وضع بتامن فيه مفصل الكتف بشكل عام. يعني زي كده اهو دلوقتي ترجعهم لورا ولتحت، هتلعب مثلا بنج بريس تلعب كده يبقى دايما، انما في ناس كتير قوي بتلعب تقعد يقعد يروح بكتفه ويرجع بكتفه، انت اكنك عامل كل شويه تشيل المفصل وترجعه، تشيل الكتف من المفصل وترجعه، لو عايز يجي لك اصابه مش تعمل ده. فلا الصح اي تمرينات تتمرنها تركز جدا 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 عندك في لوح الكتف، تشدهم لورا ولتحت وتبتدي تتمرن عادي جدا مفيش اي مشكله. وطبعا بلا اي نقاش في تمارين كتير بتضغط جامد او بتحط تنشن جامد على اوتار الكتف، مثال زي تمارين الدبس او كده. ولو انت مثلا بتلعب شيست فلايز او زي ما تقول الرفرفه بالدمبل، انا اسف لا التمارين الشيست بالدمبل بلاش تعمل استريتش كبير قوي، زي اكيد انتوا عارفين الجهاز مثلا بتاع الباتر فلاي او كده، لا حاول لما تتمرن ما تعملش شيست شديد قوي او كده، لان هيحط ضغط جامد على الوتر بتاع الكتف، فكل ده نبتدي نتجنبه يعني. وطبعا بلا اي نقاش اهم حاجه لازم تركز عليها جدا، لان ده اللي اصلا كان جاب لك الاصابه قبل كده، تمارين عضلات الروتيتور كف. ده حاجه غايه في الاهميه، لازم تمرن عضلات الروتيتور كف عندك بشكل ما يقلش عن 3 مرات في الاسبوع، ده اساسي. طيب ايه تمارين العضلات زي الروتيتور كف؟ بشكل مبسط كده انا هحاول اديكم مثال للموضوع. يعني انت مثلا ممكن تنام على جنبك، فرضا انا دلوقتي اهو نايم بهذا الشكل، وفلنفترض انا نايم بقى بشكل فلات وانت بتتمرن، وتمسك مثلا دمبل 2 كيلو بس وتبتدي تلعب بهذا الشكل. وطب ليه انا حاطط مخده تحت ايدي كده؟ انا حاطط مخده، في ابحاث كتير اتعملت لقيت ان انت لما بتحط المخده بالشكل ده بتاكتف عضلات الروتيتور كاف اكتر، فعشان كده دي من التمارين الممتازه جدا. طبعا ما تقلش خالص في التمرينه دي. التمرينه دي عايز اقول لكم لو جبنا مين
لو جبنا يعني بادي بيلدر تقيل جدا وشال 5 كيلو هتبقى بالنسبه له وزن تقيل جدا. ودي مش تمارين اوزان يعني، تتمرنها بهذا الشكل وانت نايم كده، تركز جدا تمرن عضلات الروتيتور كاف. والاهم من كل ده بقى لما تيجي ترجع للتمرين بتاعك، بلاش بقى ايه ترجع باوزانك كلها مره واحده. يعني فرضا انت كنت بتقدر تشيل في البنج بريس مثلا 100 كيلو، ما ترجعش تشيل ال 100 كيلو كلهم مره واحده، لا بالتدريج. يعني بروجرام او نظام ان انت ترجع بيه انا برشحه جدا، ان انت مثلا تبدا اول اسبوع ب 50% من اوزانك. بعد اول اسبوع ما كنت بتبدا ب 50% من اوزانك، تقعد كل اسبوع تزود 10% لغايه مثلا ما توصل مع الوقت ل 100% من اوزانك. انما بلاش ترجع لاوزانك اللي كنت بتشيلها قبل الاصابه مره واحده. تمام. ثانيا طبعا اهم رول او اهم رول اصلا في اي اصابه عامه، اي تمرينه فيها الم وقفها. يعني انت جيت تتمرن دلوقتي اهو، انت فلنفترض مشيت على التعليمات، نقيت تمارين مفيش ضغط فيها خالص على المفصل وكل حاجه تمام، ولكن اي تمرين هتبتدي تلاقي فيها الم ابتدي وقفها على طول يعني. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا ريت ما تنسوناش تعملوا لايك وسبسكرايب لو انتوا جداد معانا في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. وطبعا ما تنسوش يعني شوفوا ايه الاصابه اللي محتاجين تعرفوا عنها اكتر ومهتمين بيها اكتر، تقولوا لي تحت في الكومنتات، وانا في انتظاركم ان شاء الله يعني.